الطوفان وبداية التطهير وهدم المسجد الأقصى ودخول اليهود إلى المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان. نهاية العالم، بداية حقبة جديدة، نزول المخلص وسر الطقوس اليهودية بذبح البقرة الحمراء أو الصفراء. واش كاين علاقة هذا الشيء بداك الشيء اللي جاء في القرآن وبالضبط بسورة البقرة؟ أحداث اللي تنسمعوا دابا بزاف واللي شاغله العالم وكلشي تيستنى شنو يوقع واش يطرا او لا. اولا اجي نعرفوا شنو هما هاد البقرات الحمراء وعلاقتهم بالطقوس اليهوديه، ونحاول نهضر باختصار مع اكبر عدد من المعلومات. البقرات الخمس هي من احدى المعتقدات اليهوديه القديمه في أن ذبح البقرة الحمراء يطهر اليهود من النجاسة أو من نجاسة الموتى، أي تطهير الأشخاص بعد ملامستهم جثة الموتى أو أغراضهم، وأنه شرط أساسي يكون باش يدخلوا المسجد الأقصى ويتعبدوا فيه، وأيضا بناء الهيكل اللي هو هذا واللي كان قبل ما يدمروه اليونان. طقوس البقرة الحمراء كانت اليهود تتسناه من 2000 عام هذه، والغريب أن الحاخاميات الكبرى في القدس من سنة 1921 تصدر مرسوم يقضي منع اليهود من دخول المسجد الأقصى ما لم يكونوا نظيفين شعائريا، وهذا أمر مستحيل دون رماد البقرة الحمراء. وفق المعتقدات الدينية في التوراة فهي البقرة اللي تستناوها اليهود من أجل هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث. ففكرة البقرة الحمراء تترجع فعليا إلى النصوص المشنات شروح التوراة، وهي جزء من كتاب التلمود. وفق الشريعة اليهودية فإن ذبح البقرة تيكون يوم محدد من العام، وهو اليوم الثاني من أبريل نيسان من السنة العبرية، واللي تيوافق 15 أبريل نيسان ميلادي، واللي تيصادف على الأغلب أول أيام عيد الفطر. غريب ياك؟ دابا أجي نشوفوا شنو هما الشروط أو المواصفات اللي خاصة تكون على البقرة الحمراء، واللي هي شروط مستحيلة أو صعيبة بزاف. وكما قلت لكم أن اليهود كانوا خدامين من 2000 سنة هذه في انتظار ظهور هذه البقرة، أن تكون حمراء كاملة تماما 100%. ولدت ولادة طبيعية لم تستخدم لأي عمل إطلاقا، ولم يوضع على رقبتها حبل إطلاقا، وتربى في أرض إسرائيلية مقابلة المسجد الأقصى. شروط صارمة وصعيبة. أجي هادشي ما تفكركمش بشي حاجة غريب ياك؟ نرجع لتفسير الأحداث في آخر الفيديو. من بعد ما عرفنا شنو هما البقرات والطقوس ولاش بغاو يذبحوها، دابا اش يوقع ملي دار كاع الطقوس؟ من بعد الطهارة يدخلوا اليهود كاملين الى منطقة جبل المعبد، وهم تيقصدوا المسجد الاقصى، وهو اللي هيفتح المجال لاحقا لبناء المعبد هيكل سليمان الثالث فوق صخرة مسجد الاقصى، ويدار دار العبادة ديالهم، ورسميا أتولي منطقة المسجد الأقصى مكان مستوطن اليهود. وأخيرا تحضير لهبوط المخلص. دابا نهضروا على الهيكل وشنو هو الهيكل ومنين جا باش توضح لنا الصورة كاملة. تبع معايا مزيان. هذا المعبد اللي تذكر في أول فيديو اللي هو الهيكل، وفي اللغة العبرية يعني بيت الإله بحسب الروايات اليهودية، فإن داود عليه السلام هو الذي أسس بناء الهيكل، ولكن مات قبل ما يكمل المعبد. ومن بعد ولد سليمان عليه السلام كمل البناء ديالو اللي كان فوق جبل موريا معروف. هضبة الحرم هو المكان اللي تيتواجد عليه المسجد الأقصى وقبة الصخرة، واللي تيقولوا أيضا أنها الصخرة المباركة اللي كان سيدنا سليمان تيذبح عليها الأضاحي. من بعد الأحداث اللي دازت من تلك الحقبة من هجوم وهدم وإعادة بناء، وأيضا هدم في مرمى الحروب والزمان، كانت أول مرة تهدم فيها الهيكل على اليد البابلي باختصار عام 521 قبل الميلاد. وفي عام 313 ميلادي كان اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحية وبدأ ببناء الكنائس، وكانت أول كنيسة من تلك الفترة كنيسة يوم القيامة. تشتت اليهود بجميع بقاع الأرض لعنة من الله أنه لن يكون لهم أرض أو وطن بسبب غدرهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم لله عز وجل. وهذا الشيء اليهود اللي تيقولوه هما بنفسهم. تشوف الجزيرة العربية والعراق ومصر وأوروبا والمغرب، ونساو القدس والهيكل. إلى القرن 19 ميلادي بداو تيقلبوا في صفحات التاريخ المطوية لتبرر لهم الرجوع إلى القدس،
وبداو تيعقدوا مؤتمرات ومؤامرات يهودية صهيونية بهدف إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، حتى يقدروا يبنيوا الهيكل على أنقاض الهيكل القديم في ردم المسجد الأقصى. لكن ما تخلعوش، ما كاينش كتاب تاريخي او مصدر موثوق تيثبت لنا ان النبي سليمان عليه السلام بنى الهيكل وقدسه كمكان للعباده ديالو. بحال الا نقولوا هذا الهيكل الا سبب باش يدخلوا المسجد الاقصى. واللي كان تيخلعني انا ترابط الاحداث والتشابهات وداك الشيء اللي تذكر في الكتاب ديالنا القرآن الكريم وداك الشيء اللي تذكر في كتاب التوراة والإنجيل الحقيقيين. النبوءات نقدروا نشوفوا شي معجزة أو نبوءة تتحقق، ويبقى الأمر دائما لله أعلى وأعلم. احنا دابا عرفنا شنو داروا اليهود وشنو بغاو يديروا ولعنة الله اللي نزلات عليهم، ونربطوا هذا الشيء كامل ونفكركم كما قلت لكم قبل باش تفكركم هذا الشيء. أحداث تقريبا مشابهة تذكرات في الدين ديالنا وفي القرآن الكريم. وكاين سورة البقرة وأحداث في عهد سيدنا موسى عليه السلام موضوعها البقرة وذبح البقرة. غريب ياك، وعلاش الله عز وجل أمر ذبح البقرة دونها من الحيوانات؟ والحكمة العظمى لله عز وجل. القصة تتبدأ من آية 66 إلى الآية 73. أولا أجي نعرفوا علاش البقرة. بني إسرائيل في عهد سيدنا موسى يعبدون البقرة والعجل، فاختار الله البقرة ليخرج من قلوبهم عبادة الحيوانات، وكانت أيضا مكافأة الغلام الصالح الفقير له ولأمه. وثانيا علاش كانت المواصفات دقيقة وصعبة من أجل تلك البقرة؟ بني إسرائيل واليهود معروفين بالنكاية والتلحك والتمحك والنحاية، ومعروفين حبهم الفلوس والذهب، وخلاهم ياخذوا البقرة بأضعاف ثمنها لدرجة أن ثمنها كان يوزن ذهبا. وثاني حاجة فاش وقعت جريمة القتل داخل بني إسرائيل وكانت تنوض حرب بين قبائل، نهض رجل من قومهم وقال لهم أتقتتلون وبينكم نبي الله؟ اذهبوا واعرضوا عليه الأمر. واعطاهم الحل من بعد ما مشاو عند سيدنا موسى. ولأنهم بني إسرائيل كيفاش الأمر سهل هكا؟ لا ما يمكنش. ولأنهم قوم لا يعقلون وطبع على قلوبهم الجدال مع أنبيائهم وغلوهم في دينهم ورفضوا الامتثال لأمر الله عز وجل، لكان قضي الأمر وعرف القاتل. شوفوا قوله تعالى في أول آية وكيفاش كانت بسيطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال موسى لقومه إن الله أن يأمركم أن تذبحوا بقرة. صافي، الأمر سهل، نفذ ما تؤمر. ولأنهم قوم طبعوا على الجدال وعلى الغلو في دينهم رفضوا الامتثال من أول الأمر واستهزأوا بالأمر، لقوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. فشد الله عليهم الأمر، واللي كان خاصهم بزز منهم يديروا داك الشيء اللي قال لهم سيدنا موسى، حيث الأمر كان فيه الحرب وضحايا وقتلى. باش يتجنبوا هذه الحرب خاصهم ينفذوا الأمر. وتتمة القصة راكم عارفين. شكرا لك عزيزي المشاهد على تتبع الحلقة كاملة، وإن شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية.